نبي منا قصيدة نتاع تقعيد يا ساعة تقاعدوا نتاع تقاعد. هذه يا راجل ماهيش قصيدة، غير كلمات طيشات يعني هيك راهي. بس الجماعة عجبتهم لأن اللي تقاعدوا كلهم. القصيدة هذه يا سيدي أنا تقاعدت في 2004. تقاعدت من الكتيبة، والحقيقة كانت عندي كرهبة وعندي مسدس وضابط عندي بندقة وكرهبة. وين ما تقاعدت قالوا لي سلمهن كلها. نعم. طبعا السلاح ممكن يستلموه، لكن الكهرباء لقيت واحد تقاعد وخلوا له سيارة. حقيقة وجعتني وقت السيارة البندقة ما ندور. واحد قال لي كيف تقاعدتم؟ قلت له تقاعدت لزوني طليقي سراحي هديتي خذوا سيارتي وسلاحي. مو اللي تقاعد يعطوه هدية. نعم. خذوا مركوبي وسلاحي وما حوتك ان جيت بثوب. لا عدلوا شوري ولا شقيوبي ما صدقوا سمعوا اني متزاحي. ويومها مفلس فاضيات جيوبي مشيت على قدم تكعيب لا مطراحي حتى حق تاكسي ما معي ولا بيوصلوني للحوش. دنيا الدنيا هيك. إذا ظهرت بطولي حتى سلام وديع ما قالوا لي تقولوا مبطلين سودين. ظهرت بطولي حتى سلام وديع ما قالوا لي ما صدقوا انهم توارى زولي لا يهمهم بخسارتي ورباحي. تقاعدت للزوني طليقي سلاحي هديتي خذوا سيارتي وسلاحي. قال لي واحد معقولة يا رجل ياخذوا حتى بندقتك؟ انت رجل يعرفك القائد وتعرفك الحكومة كلها، كيف ياخذوا بندقتك؟ قلت له زينك واخذة البندقة ما ندور فيها. ايش نبي لا 20 سنة عندي ما حليت تبك. نخاف لا نقوم. قلت له بالنسبة للبندقة لا علي جنيه ولا لي في برقة أموالها تيايا. خايف عليهن من باغ الزيا يا رفيق فقر ما عندي عليش نحيحي. اللي زمقتني نيم ضاق وآية نشوف جميع كارهين صباحي. 30 عام و15 وفايا خذيت كل شوفيهن وكفر رياحي. تقاعدت للزوني طليقي سراحي هديتي خذوا سيارتي وسلاحي.